صباح الخير. يلا بينا نعمل احلى فخد ضاني في الدنيا كلها. يلا بقى نبدأ كده نتبل عشان ايه نحنش. كالعادة بنفرد ورق السلوفان عليه ورق الزبدة، وبنطلع حتة الفخدة نحطها على ورق الزبدة زي ما انتوا شايفين. واول حاجة زيت الزيتون علشان المساج اللي هيتعمل للفخدة، واهم حاجة ان انت تعمل مساج بضمير. ده طبعا زيت الزيتون كنت بوريه لكم، بجيبه برضو من ايديكا. ملح وفلفل اسمر، جوز الطيب، وشطة. الشطة طبعا بتزودها على حسب ما انت عاوز يعني. هنا طبعا بقى كنا بنعمل مساج في الفتحات. ليمونتين مجففين، ورق لورا، حبهان، وفي الاخر قرنفل في الفتحات بتاعتها، وشوية ورد مجفف، وعود قرفة مكسر برضو ندخله في الفتحات بتاعة الفخدة كده زي ما انت شايف، علشان تاخد من الطعم وتبقى ايه فيها طعم القرفة يكسر طعم الضاني شوية. تلف الفخدة بورق زبدة برضو من فوق. اهم حاجة ورق الزبدة يا زبدة علشان ايه ما تنشفش والسلفان يحرقها. طبعا ما كانش السلفان كفة، فكان لازم ايه تتلف وما يدخلهاش اي هوا نهائي زي ما انت شايف. لازم تحنشها مظبوط كده. طبعا كانت جاهزة انها تدخل الفرن. فرن على درجة حرارة 160 4 ساعات ونص، وتعالى نشوفها لما طلعت من الفرن. خشلي كلوز بقى ومتعلي عينك كده بالقطايف واللطايف، واللحم بقى دايب على لوح الكتف كده، واديني ادي في الجمال والحلويات وماستر اوف سسبنس. اديني كده في العظمة اللي هتقع من حواليها اللحم كده. وبالمناسبة اجمل اللحم مانجا ورا العظم، حاجة كده كانت في اللذيذ منه. وطبعا كان في بابا غنوج وسلطة الطحينة، لزوم السقسقة والدلع. زي ما انت شايف اللحمة كانت دايبة دوب. طبعا كان جنبها رز بسمتي، وزي ما انت شايف اللحمة كانت تتاكل كده من غير رز ومن غير اي حاجة خالص. وكالعادة لو وصلت لحد النقطة دي في الفيديو، شكرا جدا ان انت كملت الفيديو للآخر.